مين عمل الريج راب أجمد، بابلو ولا ويجز؟ في الحلقة دي هنعمل مقارنة كاملة بين ألبومين بابلو وويجز ونشوف مين فيهم عرف يعمل الريج راب أجمد من التاني. ازيك يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ بما ان السين مريح الفتره دي فقلت استغل الفراغ دوت واعمل لكم حلقه طويله نرغي فيها حبتين. يعني نخش في الموضوع على طول. هنقسم المقارنه بين الالبومين دول على حسب الانتاج، الليركس، والاهم من كل ده الاداء والفلوهات. تعال بس نسخن بالحاجات البديهيه. البوم جدول الضرب الويجز مكون من 7 تراكات وفيهم كليب واحد لتراك تنكر. كرني جامد ماشي مليونير ازاي، رايح جايب باج راجع جايب. الناحية التانية عندنا ألبوم انحراف مكون من 4 تراكات كلهم معمول ليهم كليبات. صح، بقوا 5 مش 4. بابلو نزل تراك بونص اسمه 101 تحدي عالطريق بس مش معمول له كليب ولا اي حاجه، نازل اوديو كده. التراك ده اصلا كان متسرب قبل كده والناس سمعت، بس الميكس بتاعه ما كانش مظبوط قوي. يعني اسمع كده، حلق حوش عالكاش زميلي وهي دي قصة هي دي قصة. تحس ان صوت بابلو واطي وفي صدى كده، فاهمني؟ وغالبا اصلا دي كانت النسخه الديمو منه، فبابلو ظبط الميكس ونزله كتراك بونص للالبوم. تراك لذيذ يعني، الفايب بتاعته رايقه، ودي اكتر حته عجبتني في التراك. هو ده السيناريو قلتلها لو انا وصعب تلاقي ليا زي. وانا شايف ان التراك لو بابلو كان ما زودش شويه في الكورس ونزل بفيرس تاني كان هيبقى اجمد بكتير، بس ستيل هو كده حلو يعني شغال. والتراك اصلا قصير فمش محتاج ان اعمله فيديو لوحده عشان احلله فيه. المهم نرجع لموضوعنا الاولاني وهنبدا بالانتاج. معانا الغريبة في انحراف الانتاج عالي فشخ والتراكات من انتاج حماده. والهندسه الصوتيه برضو حلوه طبيعي يعني من مروان بابلو يعني. وفي جدول الضرب البرودكشن عالي قوي برضو، البيتات من انتاج كذا بروديوسر رايقين فشخ زي مصطفى واوكي ده اشتغل مع ناس تقيله في حته الريج راب دي زي اسامه صن وبلاي بوي كارد. بس نيجي لحته الميكس والماستر دي اللي فيها كلام شويه. في جدول الضرب في كذا تراك كده تحس ان الميكس مش مظبوط، تحس ان في حاجه غلط. بس سهل تلاقي رابر اوكي، صعب تلاقي راجل جدع. الدنيا صعبه. في نقطه البرودكشن دي الالبومين كانتاج على اعلى مستوى، بس انحراف يكسب عشان كان ظابط حته هندسه الصوت دي اكتر. نمسك تاني جزء وهو الليركس. صاحب وعارفين كلنا هنندم وعارفين، بس اهم حاجه ان انا اشيل. في جدول الضرب هي ليركس ويجز المعتاده يعني، مفيش اي جديد، شويه فليكسنج على شويه نكش البابلو وكذا حد من السين وخلاص كده. وبالنسبه للانحراف على الناحيه التانيه نفس القصه برضه، ليركس مروان بابلو المعتاده عادي جدا، فليكسنج ونكش على ويجز. فالالبومين يعتبروا نفس الشيء في حته الليركس دي، مفهومش حاجه خارجه عن النطاق المعتاد يعني. تعالى بقى نمسك اهم جزئيه في المقارنه دي كلها وهي الاداء والفلوهات. الجزئيه دي هي اللي هتفرق في المقارنه، لان اساسا هي دي المقارنه اصلا. تعال نبتدي ببابلو، واكيد مش محتاج اقول اداء مروان بابلو كان عامل ازاي في الالبوم. ابسولوت سينما، اداء خرافي الحياه من مروان بابلو. عرف يعمل الريج راب حلو قوي وفي كل التراكات يعني، مش في تراك واحد، لا ده في الاي بي كله. الفلوهات كاتشي فشخ وتشد الودان، والتغيير بين كل فلو والتاني كان سموث فشخ. اسمع كده، في المعاد سكه واحده للامان، ياما هنا كتير الناس. بص النقله بين الفلو بتاع الكورس والفيرس التاني عامله ازاي، سموث، فاهم؟ تعال بقى نتكلم على ويجز. انت طول الوقت بتتكلموا، نزلت واحدة وكان نفسي. أداء ويجز للأسف ما كانش قد التوقعات، خصوصا بعد ما كان منزل كليب تنكر وقايل فيه في الحقيقة بيسترجلوا ألبومي نازل سنجلاتهم متأجلوا. هنا كل الناس توقعت ان ويجز هيقلب الدنيا بالالبوم اللي نازل ده اللي هو جدول الضرب يعني. كلها كانت فاكره ان تراك تنكر ده ما هو الا مجرد انترو للالبوم، فهيكون في تراكات اجمد منه بمراحل. بس للاسف الالبوم ما طلعش قد التوقعات دي، وتراك تنكر طلع اجمد تراك في الالبوم كله اساسا. اداء ويجز في التراكات اللي في الالبوم ما كانش اقوى حاجه، تحسه كان بيستسهل كده، مش عارف، مفيش حاجه كاتشي، مفيش فلو مميز. تحس ان اصلا ويجز كان اول فلو بيجي في دماغه كان بيقوله على طول، فاهم يعني؟ انا مثلا هو يا دوبك تراكين بس اللي في الالبوم ده اللي بسمعهم لويجز لحد دلوقتي، وهم ريليفنت ماسك حته وظابط حل، يبتدوا يغنوا عادي لما اقولهم تاني ونوكات. ربنا قاعد بعد البليسنجز، مسيبتش حد فيكم يقول لي هاتف. وهنا انا ما بقللش من ويجز ولا بقول عليه مش جامد ولا حاجه عشان الفانز بتوعه بس ما يفهموش كلامي غلط، بس الالبوم ما كانش على مستوى التوقعات اللي كلنا كنا حاطينها للاسف. ففي نقطه الاداء والفلوهات مروان بابلو متفوق فيها وبيشد على ويجز، واظن كده المقارنه بقت واضحه وباينه اكتر بين الاثنين. واهم حاجه اننا جاوبنا على سؤال مين عملها اجمد من الثاني، واللي هو اكيد مروان بابلو. صعب نسيب اللي فيك
عشان شوية ترندات قالك ياما مش بتيجي. عرف يعلي على ويجز ويعمل اللون الجديد على السين ده احسن منه بمراحل. وهو بالمناسبه الريج راب مش جديد على السين ولا حاجه، لان في رابرز كتير عملوه قبل بابلو وويجز، اشهرهم زياد زازا وتورو. فبس كده يا صديقي، دي كانت حلقتنا النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب.